يا هلا يا هلا بطلبة الثانوية العامة أبطالنا اللي لسه مخلصين. لو ربنا كرمك وجبت مجموع علاج طبيعي أو محتار بين علاج طبيعي وكلية طبية تانية، فالفيديو ده ليك. أول حاجة خليني أقولك علاج طبيعي محتاجة إيه. علاج طبيعي محتاجة أولا تجيب مجموع عالي، وده إن شاء الله يكون اتحقق. تاني حاجة ان انت تكون فتنس شوية علشان خاطر هي كلية محتاجة نوعا ما مجهود بدني. تالت حاجة علاج طبيعي محتاجاها وهي انك تكون قلبك يعني قوي شوية، بلاش تبقى هش كده وضعيف. وده محتاجينه في حاجتين: اثناء سنين الدراسة وبعد التخرج. اثناء سنين الدراسة محتاج ان انت تبقى يعني متحمل شوية، لان هي ما شاء الله فيها ضغط يعني ما اقولكش، سواء بقى من ضغط المذاكرة او الامتحانات. بس كل ده يعني بيتحل لو انت كنت بتذاكر اول باول ومش بتراكم، عشان ما تجيش ليلة الامتحان وتقول ايه ده، هو انا ركمت كل ده عليا. فيعني حاول تخلص اول باول، لان انت هتلاقي امتحانات كتيرة جدا، نظري على عملي على شفوي. يعني عم محمد اللي معدي في الشارع ممكن يمتحنك عادي جدا. خد كل الموضوع بأريحية. اما بقى قلبك يعني القوي شويه اللي محتاجينه بعد التخرج وفي الشغل، ان انت يعني حاول ما تتاثرش قوي وتاخد الموضوع على اعصابك في الحالات اللي هتقابلها، لان الكليه دي كليه انسانيه جدا. اطفال عندها ضمور، عندها تاخر، على حالات شباب بتلاقيها لسه في سن صغير جالها مرض معين. فالموضوع محتاج يعني ان انت تجمد قلبك شويه. علاج طبيعي عباره عن 6 سنين، بتبقى 5 دراسه وسنه امتياز. اول سنتين بنسميهم سنين البيزكس او السنين اللي بتاخد فيها المواد الاساسيه اللي بيدرسها اي حد في الميديكال فيلد عموما، وهي بتبقى اناتومي، هيستولوجي، فسيولوجي، الحاجات اللي بتخليك ملم كده بالحاجات الطبيه، او يعني دكتور وفاهم الطب كويس. نيجي في سنه ثالثه واللي انا لسه مخلصاها طازه، ودي صراحه يعني من احسن السنين ومن احلى السنين اللي هتمر بيها في علاج طبيعي. سنه لطيفه لذيذه كده، بتاخد فيها بطنه، ودي بتتعامل فيها مع مرضى الجهاز التنفسي اللي بيبقوا في ICU مثلا او العنايه المركزه، محتاجين مثلا نطلع منهم السكريشن او ان احنا نحسن من صحه الجهاز التنفسي. اما بقى بالنسبه للقسم الثاني اللي بتاخده في سنه ثالثه وهو قسم النساء او صحه المراه، وده بيتعامل مع الامراض اللي ممكن تواجه البنات او بعد كده الستات قبل الولاده وبعد الولاده، بيبقوا محتاجين تاهيل كبير جدا. وطبعا الناس مش عارفه قوي ان في فعلا دور العلاج الطبيعي في صحه المراه، ولكن ده من الاقسام اللي هيبقى ليها دور كبير جدا في المستقبل. وبنصح البنات ان بعد كده لو حبوا يتخصصوا فيتخصصوا فيها. سنه رابعه وده ليفل الوحش واللي انا لسه داخله عليه، ربنا يسترها، ولكن سنه رابعه يعني هي عمود العلاج الطبيعي وهي الاساس. احنا بنقول عليها مهمه لان العظام او الأورثو دي اهم ماده المفروض تهتم بيها وتذاكرها كويس جدا. وده لان عدد الحالات اللي هتجيلك اصلا في العياده بتشتكي من مشاكل العظام، من خشونه، من انزلاق، من تيبس مفاصل. دي طبعا بتبقى زي عدد مثلا الناس اللي بيجي لها انفلونزا او كحه مثلا. يعني اخر سنه في سنه 5 ودي منقسمه برضو لقسمين: قسم اعصاب وقسم اطفال، والقسمين يعني مهمين برضو جدا جدا. قسم الاعصاب او الاطفال اقسام انسانيه زي ما قلنا، بتتقابل فيها ناس بتبقى عندها حالات شلل، حالات ضمور، حالات تاخر. فالناس دي لو انت حققت معاها ريزلت كويسه جدا، بتحس ان انت عملت حاجه في حياتك، انت خليت طفل يمشي، انت خليت شاب كان حياته خلاص خلصت ويأس وفقد الامل، بفضل ربنا انت قدرت ترجع له حياته لطبيعتها. فده بيبقى يعني حاجه كبيره جدا واثر حلو جدا. وفي النهايه عايزه اقول، اذا كان الطب يضيف اياما لحياتك، فالعلاج الطبيعي يضيف الحياه لايامك.